السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا النهاردة إن شاء الله هنعمل لعبة كرة السلة لأولادنا، بس هنعملها في البيت. وإن شاء الله الطريقة تكون سهلة. هنروح محل أدوات السباكة. هنجيب كوع، من الكوع اللي انتوا شايفينه دوت هنجيب منه 4. وهنجيب تي واحدة زي الشكل ده. والمواسير اللي احنا هنستخدمها في العمل، القاعدة اللي هتتحط يتثبت فيها العمود، هتبقى حوالي في طول 120 سنتي. هنقسمهم على تلات جوانب 30 سنتي، والجانب الرابع هيبقى على نصين. هنقسمهم 12 ونص و12 ونص، تمام، عشان المساحة اللي في نص التي ديت هتاخد مساحة. وهنحتاج كتر وقلم رصاص والوان. الالوان دي مط يا جماعه، فلو انتوا مش حابين المط ممكن تدهنوها بعد كده ورنيش. دلوقتي هنجيب قطعه الكرتون ديت، هنرسم عليها دايره كبيره. هتجيبي حاجه، يعني اكبر حاجه مدوره عندك في البيت، هتحطيها وترسمي عليها دايره. فانا بصراحه لقيت عندي الصينيه ديت فجبتها، كان يعني اللي هي قطرها كويس يعني. فهنرسم حواليها دايرة. ده الشكل بعد ما رسمت الدايرة على الكرتون. هنقطعها دلوقتي بالكتر زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب دلوقتي فرخ ابيض كبير عشان يكفي القطر بتاع الدايرة، وهنرسم عليه، هنقطعه على قد الدايرة الاول، وبعدين نرسم عليه الخطوط اللي موجودة على الكورة. كنت عايزة اوريكم هنا الماسورة، دي الماسورة اللي هي العمود. انا جبتها طويلة شوية، اطول من طول الولاد شوية، عشان يبذلوا مجهود، يعني ما تبقاش لعبة سهلة شوية. فانتوا هتجيبوا الطول اللي انتوا تحبوه. معانا هنا بقى الالوان اللي انا هستخدمها. معايا فوم عشان بعد ما نرسم ان شاء الله الخطوط، هنقص الورق على الفوم بألوان احمر وازرق. انا اخترت اللونين دول، شايفاهم يعني لايقين على لعبة الكورة. دلوقتي هنفرد الورقة على الكرتون وهنقصها على قدها عشان نعرف نرسم عليها دايرة. انا رسمت خلاص الدايرة وقصيتها. دلوقتي هنعمل خط بالمسطرة في نص الدايرة، هنقسمها نصين بالظبط، هنرسم كده زي ما انتوا شايفين على الجنبين، الجنب اليمين والجنب الشمال. دي الخطوط اللي بتبقى موجودة في كرة السلة، تمام، عشان تدلنا يعني شكل الكورة. بس هنشيل الورقة وهنبدأ هنقص الأشكال ديت عشان نعرف نحطها على الفوم ونقصه بنفس الأشكال دي. هنا بعد ما قطعتهم خلاص كلهم، هنحط الفوم، الورق الأبيض على الفوم. أنا اخترت يكون الجنبين اللي على الأطراف باللون الأزرق، واللي في الوسط دول باللون الأحمر. فانتوا زي ما تحبوا يعني، وزي ما تحبوا برضو في اختيار الألوان. أنا كده قطعتهم خلاص، قصيتهم. هنلزقهم دلوقتي بالشمع. طبعا لازم شمع عشان الفوم مش هيلزق في الكرتون بجلو. هو يعني اكتر حاجة هتثبتها هو الشمع. طبعا شايفين الشكل جميل جدا. انا صورته لكم طبعا على ترابيزة بيضة عشان الشكل يبان.
الاحمر في الازرق بجد شكلهم حلو جدا. دلوقتي بقى هنيجي لدهان المواسير. دهان المواسير وتلوين المواسير، انا دهنتهم كذا مرة يا جماعة على فكرة. دي اول مرة، اول وش. بصوا هي هنا لونها مط زي ما انتوا شايفين كده، يعني من غير لمعة زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقة دهان اهيت. هدهن المواسير طبعا ازرق، والكواع والتي هدهنهم احمر عشان يبقوا عاملين يعني ايه، لايقين على الدايرة اللي رسمنا عليها الكورة. فده اول وش انا دهنتهم 3 مرات. اوكي، هو عموما الدهان ده بينشف بسرعة جدا، مش زي اللاكيه والحاجات التانية. ولو انت حابة يعني حابين يبقى فيه لمعة في الدهان، ممكن تديه وش ورنيش بعد ما تخلصي. ده شكلهم بعد ما دهنت الوش التاني. ده بعد الوش التاني. طبعا شكلهم احلى بكتير من الوش الاولاني. هنا بقى ده الوش التالت الاخير. بس هنا برضو ما كنتش لسه عملت الورنيش ان شاء الله هتشوفوه في الاخر. وانا بركب القاعدة والعمود. زي ما انتوا شايفين كده اللون جميل جدا. هنا بقى انا جبت، كنت في الاول قلت هجيب الغطا واعمل منه الدايرة اللي اللي هيكون فيها السلة، بس لقيتها مش قوية، فقلت هجيب الجردل وهقطع منه الحرف الاولاني، طبعا هيكون اقوى بكتير. بس هنا بقى ده شكله بعد ما قطعته. خليت الشكل ده، يعني قلت خليها مش مشكلة، يعمل شكل يعني مش هيخسر يعني. وهندهنها احمر طبعا، لان السلة الباسكت قصدي الشبكة هتبقى لونها احمر. وده بعد ما دهنتها برضو كذا وش احمر، ووش واحد ورنيش. الشبكة دي بقى هي كانت يعني ممكن تلاقوها في اي حاجة، مثلا ممكن تشتروا منظفات هتلاقوها محطوطة فيها مناديل ليمون ساعات. فانا لقيتها يعني كنت شارية حاجات، فقلت استخدمها يعني بالمرة. هنثبتها طبعا بالشمع. لو انتوا مش عايزين الشبكة دي، ممكن طبعا تعملوا انتوا بقى الشبكة اللي هي بالخيط، تربطوا الخيط في بعضه ويدي برضو ايه شكل الشبكة. بس انا شايفة بصراحة ان دي حلوة، يعني مش محتاجة مجهود. دلوقتي هنجيب المفصلة ديت، هنحطها كده، هنثبتها بالمسمار في العمود. هنثبت جزء منها، والجزء التاني زي ما انتوا شايفين كده هي بطريقة كده زي ما انا عاملاها. هنخلي الظهر بتاعها لجوه، وهنثبتها. طبعا احنا لسه هنضغط جامد على الماسورة عشان المسمار يدخل جوه، لان الماسورة مش مفتوحة اصلا. هي زي ما انتوا شايفين كده. ده شكلها بعد ما خلصتها، اهي جامدة مش بتتحرك. الطرف التاني اللي هو بيتحرك ده هنثبت فيه الدايرة اللي ملزوق فيها الشبكة بالثلاث مسامير بقى، مش مسمار واحد. ده شكلها بعد ما ثبت مسمار. وهنثبت المسمار التاني دلوقتي برضو، هتضغطوا جامد عشان الدايرة البلاستيك ديت مش مخرومة، فهنضغط كويس عشان المسمار يدخل فيها كويس. تمام كده. بعد الثلاث مسامير هنيجي هنا دلوقتي عشان ندخل الدايرة. هنعمل الجزء ده بالمنشار. انا فتحتها اهي، بس هي ما جاتش معايا مظبوطه شويه.
هنيجي بقى للدايرة عشان نعرف ندخلها في الماسورة. هنرسم خطين بنفس بعد القطر بتاع الماسورة، وهنقطعهم طبعا بالكتر. بعد ما عملنا الخطين دول هنعمل جنبهم خطين كمان عشان ندخل يبقى فيه مساحة على قد السمك الماسورة، والكرتون ما تتقطعش مننا. وهنقطعها طبعا بالكتر اي زي ما انتوا شايفين كده، وهنشيل الجزء اللي في النص ده شكلها بعد ما قطعت الجزء دوت. وهنيجي دلوقتي هنركبها في الماسورة. معلش يا جماعه والله مش عارفه يعني اللون ايه اللي حصل له. انا مش عارفه اتحكم كويس. بس دلوقتي هنركب القاعده زي ما انتوا شايفين كده. هي مش محتاجه غيره ولا حاجه على فكره، لان الدهان ما شاء الله يعني مخليها ايه بتدخل بالعافيه كمان. ده شكل القاعده بعد ما خلصتها، ودي شكل اللعبه. شايفين بقى شكلها؟ بصراحه شكلها جميل جدا وعجبت الولاد جدا. يا رب تكون اللعبه عجبتكم النهارده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.